السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكل متابعين قناة مواعيد المباريات. معانا مواجهة من العيار الثقيل في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. نادي الزمالك في اختبار إفريقي قوي قدام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. مباراة عنوانها التحدي واستعادة الهيبة. المباراة يوم السبت 14 فبراير الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. الزمالك داخل اللقاء وهو عارف إن مفيش بديل عن الفوز، خصوصاً إن كل نقطة في دور المجموعات بتفرق. الفارس الأبيض محتاج شخصية قوية من أول دقيقة، ضغط عالي، تركيز دفاعي، واستغلال الفرص قدام المرمى. الجماهير مستنية تشوف الروح القتالية واللعب الهجومي المعتاد، خصوصاً إن المباريات الإفريقية دايماً بتكون صعبة وبتحتاج صبر وتركيز 90 دقيقة كاملة. أما كايزر تشيفز فهو فريق منظم جدا وبيعتمد على السرعة والتحولات الهجومية وبيجيد اللعب في الأجواء الصعبة. يعني المباراة مش هتكون سهلة أبدا، وهنشوف صراع تكتيكي قوي في نص الملعب. القنوات الناقلة: شبكة بي ان سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، مع استوديو تحليلي شامل قبل وبعد اللقاء لتحليل كل كبيرة وصغيرة. مباراة جماهيرية، أجواء إفريقية خاصة، وحماس من أول صافرة لحد الدقيقة 90. هل الزمالك يحسمها ويقرب خطوة جديدة من اللقب، ولا كايزر تشيفز هيقلب الموازين؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات. النتيجة كام؟ ومين نجم المباراة؟ وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد عن مواعيد وأخبار المباريات أول بأول. لو عايزة أطول كمان بدقيقة إضافية وزود تحليل فني أقوى، قولي ونولعها أكتر. هايت وايت.